السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم. كنتمنى هاد الوصفات تشوفوهم نتوما بأحسن الأحوال، نتوما بخير وما ناقصكم حتى خير إن شاء الله. الوصفة ديالنا الحلوة البوق كانت من الاقتراح ديال الوليدات، كنت شاركتها معاهم واحد العيد، جبدوها ليا من القناة، كنت قديمة وجبدوها وقالك والو دير لينا هاد الحليوه، بغيت نشاركها معكم حتى نتوما وكنتمنى تعجبكم. اللي ما درتش الحلوه دوز طيب معايا هاد الحلوه د البوق اللي كنعرفوها من زمان، كتجي لذيذه كتجي زوينه. واللي صايبت الحلوه بصحتها، واللي ما صايبتش الحلوه بحالي تعطلت، دوز نصايبوا هاد الحلوه مع بعض. يلا التشجيعات ديالكم وشكرا لكم. يلا نبداو في الوصفه. مرحبا بكم في مطبخ ايمان. اول حاجه كنبداو بها 250 غرام ديال الزبده. انا استعملت هذا النوع ديال الزبده العلب، درت كاس ديال سنيده، وكنتمنى ما ديروش نتوما سنيده، ديروا سكر كلاصي. سنيده انا عاده كندير فيها سكر كلاصي، ولكن درت سنيده عذباتني، يعني صعيبه بزاف في الخدمه ديالها. ما كتذوبش، ما كتبغيش تذوب لينا. سنيده الا ما كانت شي حاجه سائله بحال الحليب ولا دانون ولا البيض ما كتذوبش. لهذا خدموا سكر كلاصي ولا طحنوا سنيده. هنا درت كاس ديال الزيت، من بعد ما درت كاس ديال السكر وعلبه ديال 250 غرام ديال الزبده، درت كاس ديال الزيت. كنخدمهم مزيان وغادي نضيف ليهم النشا. صافي هنايا من بعد ما دلكنا الزبده ديالنا مع ديك الزيت بصعوبه مع سنيده، درنا كاس ديال النشا. كنديروا كاس ديال النشا وكنكملوا بالدقيق. الدقيق دخلوا ليا 5 الكيسان ديال الدقيق. نتوما يقدوا يدخل لكم 5 الكيسان وشي شويه، يعني نتوما تقدوا يدخلوا لكم 5، يقدوا يدخلوا لكم 5 وشي شويه، المهم على حسب الخليط. هانتوما تشوفوا، لكن العجينه ضروري خصها تكون خفيفه، يعني هكا كتكون فيها الزبده ما كتلتصقش، ولكن كتكون هكا طريه. العجينه ديال هذا البتي فور يعني كتكون طريه باش كتخرج لينا من البوق وكتجينا ساهله. هانتوما شتو غادي تجمع كاس ديال النشا و4 الكيسان نيشان ديال الدقيق، والكاس الخامس كنخدموا به شويه بشويه حتى كنشوفوا. هنا قسمتها على 4 وغادي نقسمها على حسبكم، يعني على حسب المتوفر. يمكن نقسموها على 2، يمكن نديروها كامله بلون واحد. انا في الحقيقه كتعجبني هذه ديال القهوه. هنا كندير واحد النوع ديال داك القهوه الكابوتشينو، كتكون مخلطه بالحليب، كتجي زوينه. زدت معها شويه ديال نسكافيه، القهوه ديال سريعه الذوبان. صافي درت واحد القطيره ديال الزيت هكا غير باش دغيا تجمع ليا، كتبقى كطير. وما العجينه كنخليوها خفيفه باش كنزيدو ندخلو فيها هذا الشيء. هانتوما شفتوا العجينه راها طريه بزاف. صافي كنجمعها بحال هكا وغادي نديرها في البلاستيك الغذائي باش ما كتنشفش، وصافي وندوز نكملهم كاملين. هذه غادي ندير ليها غير الناطه، مع داك الناطه خفيفه. زدت واحد شويه ديال الدقيق باش تجمع ليا سهله هكا. صافي غادي ندير ليها الناطه ونجمعها حتى هي في البلاستيك الغذائي ونخليها. كتجي زوينه النكهه ديالها. داك الوريضه هي اللي غادي ندير بها الوريضه. وهذه غادي ندير ليها الكاكاو. درت ليها الكاكاو المر ودرت لها شويه ديال الشكلاط باش كتجينا حلوه هكا ومن السما. هانتوما شتو غادي ندخلو عاوتاني في العجينه ديالي. باش انا كنقول لكم خصها تكون خفيفه، لان حتى الكاكاو راه كيزيد. هاد العجينه هذه راه جاتني بحال العجينه اللي زدت فيها الكاكاو قصاحت. صافي هنا غادي ندير الملون الاحمر ولا الملون الغذائي، يعني هكا غادي ندير فيه شويه. وغادي ندير شويه د الكراميل. الكراميل مع الاول كان عندكم نكهه الفريز كتكون احسن. نكهات ديال الفريز انا درت الكراميل. صافي وغادي نجمعها بحال هكا عاوتاني حتى كندخل داك اللون مزيان، وغير بالاطراف د الاصابع. العجينه دائما ديال هذا ما كندلكوهاش. وغادي نبداو في الخدمه. اول وحده غادي ندير كنمشيو على حسب الالوان، الحاجه اللي كتكون فاتحه كنبداو بها. هنا غادي ندير هاد الوريضه.
كنديروا واحد الثقب هكا بالاصبع ديالنا ولا بشي حاجه في الراس ديال ديك الوريده باش منين طيب غادي نديروا لها الشكلاط كما شفتوا في الاول. غير هي العجينه كنأكد عليكم خصها تكون خفيفه باش كتجينا مهويه وكتجي زوينه. واستعملوا سكر كلاصي، الله يرحم لكم الوالدين راه عذبني بزاف بزاف. مقادير بسيطه وسهله، ولكن ضروري خصها الدقه شويه في الخدمه. وصافي هنا كنخرجوا هذه ديال الكاكاو حتى هي اللي كنخرجوها غير بالبوق هكا اصابع طويله. ويمكن هاد العجينه كلها يمكن نديروا بها غير شكل واحد، ولكن كنبغيو ننوعوا هكا الوليدات كل واحد شنو كيبغي. اميره كانت بغات هاد الحلوه هادي اللي كتجي بحال الغوز، كتجي اللوين ديالها غوز غالق، ولا مهمه بين الاحمر والغوز غالق، احمر اللي ماشي غالق. وهذه اللي كتعجبني انا في هذاك النكهه ديال الكابوتشينو هكا مع داك القهوه، كتجي فنه فيها واحد المذاق زوين. هذه كنديروها على شكل كريكيعه هكا، ولكن كتجي صعيبه ملي كنجيو نخرجوها طويله. لا كنجيو بحال اللي غادي نضغطوا. شوفوا انا في الاول راه جاتني صعيبه، ولكن في الاخر جاتني ساهله. كنجي بحال اللي غادي نخرج الورده وعاد كنخرجها طويله هكا، شفتوا بحالاش. وكنقادوها شويه بيدينا، يعني كنبركو كنجيو بحال اللي غادي نطلعوا الفوق وعاد كنهبطوا لتحت هكا باش كتجينا مكركبه وكتجي سهله. في الاخر بحال اللي عاد يلاه شديت ليها كيفاش ما تهربش ليا وصافي. اما هي الشكل ديالها راكم شفتوا كيجي زوين. غير هي كتبدا هكا، شفتوا كيفاش بحال هكا بحال هكا كنجيو مواقفين وعاد كنجبدو في الطول باش كتجينا ساهله وكتثبت. يعني انا منين كنشدها غير في الطول كتجي تابعاني العجينه تابعاني، ماشي كتشد بلاصتها وتبقى صافي. هنا ساليت غادي نشعل الفران نطيبهم طياب عادي، يعني طياب كالعاده. صافي من بعد ما خرجتهم غادي ندوز للتزيين ديالهم. انا هادو غادي ندير واحد شويه ديال الشوكولاته يذوب، ندير فيه واحد القطيره غير 5 ديال المربعات بالضبط اللي ذوبت، ودرت معاهم نص معلقه ديال الزيت، يعني غير واحد شويه ديال الزيت، هي الراس معلقه ما نديروش بزاف لانها هنا ماشي بزاف، ما كناخذوش واحد الكميه اللي كثيره. وكنديروا بالملعقه كنعمروا داك الحفيره اللي درنا بالاصبع ديالنا. وتزيين ساهل وحلوه بسيطه كما قلت لكم، وكتعجب الوليدات. انا كما قلت لكم كانت من الاقتراح ديال الوليدات، يعني جبدوها من قناه ايمان اميره. اللي ما شافش القناه ديال ايمان اميره وشاف هذا الفيديو يرجع لعند ايمان اميره غادي يلقاها. هذه عاوتاني داك الشوكولاط الابيض مع الكحل، كنت زينت واحد الحلوه من قبل وبقى ليا وخلطتهم بجوج، عطاوني هذا اللوين هكا بحال ما هو فاتح ولا مهم شويش هكا مخوض، ودايره فيه الكاوكاو مهرمش صافي. وكندير غير داك البليصه فين معقوده داك الدوره، كاين العقده هكا كنحشيها في داك هذا في داك الشكلاط وصافي. وكتجي مزيونه كتزين بسيط بسيط، يعني على حسب هذا ديال الوليدات. هنا درت واحد 2 معالق ديال الزيت ودرت فيهم 3 ديال المربعات ولا 4 ديال الشوكولاط الابيض. ها نتوما كنت درت 3 زدت وحده هي 4، و2 معالق ديال العسل، ماشي الزيت، العسل عندكم. 2 معالق ديال العسل درت فيهم 4 المربعات ديال الشوكولاط، واحد الرويس ديال المعلقه ديال الزبده باش كتبقى لنا طريه ما كتلتصقش. الا كانت العسل غير كندوبوها، غير كنديروها تسخن وكنرميو فيها داك الشوكولاط باش كيولي لنا كراميل هكا وكيجي زوين كيتلصق بكل سهوله. الا ما عندناش الكراميل وما عندناش باش نلصقوا، هذا الاقتراح هذا كيجي ساهل. وكديروا شويه ديال الزبده باش كتبقى الكراميل ديالنا هكا كتبقى ليس، يعني كتبقى هكا رطيبه ومزيانه. صافي هاد الطبيصل ديالنا وجد مشكل ساهل ماهل. كنتمنى يعجبكم، كنتمنى نتوما تجربوه ويعجبكم. وشكرا لكم، وان شاء الله المره الجايه نشارك معكم هاد ريش بوند حتى هي، ونشارك معكم هاد الحليوه هادي اللي كتجي بحال رافايلو، كتجي غزاله حتى هي الحلوه د الفرماج. ان شاء الله الا بقى واخا هو العيد تسالى، ولكن الا بقى الوقت غادي نشاركهم معكم. والا بغيتوهم كتبوا لي في التعليق نشاركهم معكم وقتاش ما كان. يلا شكرا لكم، الله يكبر بكم والله يحفظكم. خليوا لي التعاليق وخليوا لي لايك. تبقاو على خير.